جماعة، المنتج اللي هتكلم عنه النهاردة فعلا منتج مش واخد حقه خالص. هو منتج ايفا، البادي لوشن بتاعهم. وانا هتكلم عن البادي لوشن بس، مش هتكلم على كل منتجات ايفا، لان بصراحة انا ما جربتش حاجة من ايفا وكانت وحشة للأمانة. لكن النهاردة انا جاي اتكلم عن المنتج ده، لان المنتج ده يا جماعة يعني انا عايزه اقول لكم احسن من منتجات مستورده كتير. ويا جماعه ده مش تطبيل، ده الحقيقه بجد. انا بستخدم البادي لوشن بتاع ايفا بقالي سنين، من قبل المقاطعه كمان. يعني انا طول عمري بستخدم منتجات باسم بادي وركس، وبصراحة كانت حلوة. بحس ان هي منتجات كده ايه للدلع، لكن الترطيب بتاعهم ما كانش بيعجبني جدا. يعني انا احط البادي لوشن بتاعهم يعني احس ان انا ريحتي حلوة وترطيب خفيف، انما لما استخدمت المنتجات بتاعه ايفا والبادي لوشن بتاع ايفا، وللمعلومة ان ايفا عاملة روايح كتير من البادي لوشن بتاعهم. فانا عايزه اقول لكم ان هو لو جيت اقارنه بين منتجات باسم بادي او اللوشن بتاع باسم بادي واقارن معاه اللوشن بتاع ايفا، عايزه اقول لكم ان ده هيكسبوا بمراحل. كل حاجه فيه احلى من باسم بادي. العبوه بتاعته اولا كبيره، او حجمها 240 ملي. الروايح بتاعته خطيره، روايح اللوشن بتاعته حلوة قوي. ده اسمه باشون، وده كمان اسمه تروبيكال. وكمان الحلو عندهم ان هم عملوا باكجينج جديد للوشن بتاعهم. اقول لكم ان هم عملوا باكجينج جديد شكله عامل كده، وعبارة عن بامب كده بتدوسي عليها وتاخدي اللوشن. روايحه كلها خطيرة. الريحة اللي معايا دي بريحة الفانيلا، في بريحة المارشميلو، وفي كمان بريحة التوت، وتقريبا في ريحة الجوز الهند او القهوة تقريبا، مش متأكدة قوي. بس اللاين ده هم عملوه للجسم وكمان للشعر، نفس الروايح للشعر كشامبو وككونديشنر. عايزه اقول لكم انا بتكلم النهارده بالتحديد عن اللوشن بس بتاع ايفا، ايا كان الشكل بتاعه. فبصراحه كل اشكاله كل روايحه عجبتني جدا، وبصراحه ترطيبه خطير. ترطيبه يا جماعه بيقعد اكتر من 48 ساعه، والريحه بتاعته بحس ان هي ثابته. روايحه كلها تحفه، سعره حلو جدا، وكمان حجمه حلو قوي ومتوفر. فبصراحه المنتج ده انا بقول له شابو، وبصراحه انت مش واخد حقك، ولازم الفتره الجايه ياخد حقه كويس جدا، لان بصراحه احلى من منتجات مستورده كتير جدا. عايزه افرجكم اللوشن عامل ازاي والتكتشر بتاعه عامل ازاي. شايفين ده كده التكتشر بتاعه خطير يا جماعه، والريحه دي وهميه للي بيحبوا الفانيلا. وعلى فكره انت ممكن تشمي ريحته قبل ما تجيبيه عادي. الريحه دي للي بيحب الفانيلا، وريحه شتويه بامتياز. بصراحه ترطيبه خطير يا جماعه، وترطيبه كمان بيقعد على الايد او بيقعد على الجسم. طبعا ده بيستخدم للجسم كله وللايد وللرجل. فبصراحه ترطيبه حلو جدا وبيقعد فتره كبيره، وكمان الباكجينج بتاعته الجديده دي خطيره وكيوت قوي بصراحه. فبصراحه انا برشحه جدا. عايزه كمان اوريكم التكتشر بتاع البادي لوشن اللي هو عامل كده، تقريبا نفس التكتشر ونفس الترتيب تقريبا، مفيش اي اختلاف. الحلو عندهم ان هم مهما عملوا منتجات جديده ومهما عملوا لاينز جديده على وضعهم، المنتج اللي على وضعه اللي هو الكواليتي بتاعته ما بتقلش. زي ما قلت لكم بريحه ريحه اسمها الباشون، هو شبه المارشميلو كده شويه. السنت دي كمان خطير قوي لعشاق الفانيلا، وهي سنت شتويه بامتياز. كمان السنت دي حلوه قوي، دي صيفيه اكتر لان فيها روايح الفروتس وتروبيكال، زي تحسوا الاناناس على مانجا على كده. مهما كان ذوقك في الروايح هتلاقيه عندهم. فزي ما بقول لكم دي ريحه صيفيه ودي ريحه شتويه للي بيحب الفانيلا، ودي ريحه بصراحه خطيره. انا بحب البرفيوم ده او بحب السنت بتاعته دي جدا، وبحب احطها في اي وقت عادي صيف او شتاء. فبصراحه المنتج ده بتاع ايفا شابوه، وبصراحه اديله 1000 من 10.